ها يلا احكي لي. موكلتك مبسوطه من بيع المجله؟ خلاص انا اقنعتها ان بيع المجله ده هو افضل حل. مبسوطين يعني؟ جدا. انت مبسوط؟ جدا جدا. طيب انت مش عارف انا مبسوط ليه؟ ليه؟ عشان اللي حصل ده هو اللي انا كنت مرتب له بالظبط. اللي انت ما تعرفوش ان شركه يونيفرسال اللي اشترت المجله بتاعت مروه اصلا. بالظبط كده. انا كنت قاصد يا مستر قادر انك تقرا الفاكس. انت كنت بتلعب من تحت الترابيزه وانا استغليت ده ولعبت وكسبت. كلامي مش معاك. كلامي مش معاك، كلامي مع زين. انت والمساعد بتاعك غشتوني. انت اللي ابتديت غش يا ادري. انت اللي فضلت ماشي ورانا في ورق ما كانش هيبقى ليه اي لازمه لغايه لما انت قررت تضرب تحت الحزام. انت اللي ابتديت. ما تلومش حد غير نفسك على خسارتك. ايه؟ خسارتي؟ انت بس لو مش واخد بالك انا ما خسرتش، انا كسبت. انتوا لو فاكرين ان حركه الفاكس دي دخلت عليا تبقوا مش فاهمين. انا لما دورت ورا الشركه عرفت ان مروه هي صاحبتها. فعملت ايه؟ عليت السعر ل 50% واقنعت اختها ان مروه هتخسر فلوس كتير جدا جدا جدا، وعشان كده وافقت انها تبيع المجله. خلاص يا ادري، العميله بتاعتك مبسوطه والعميله بتاعتنا مبسوطه، يبقى احنا الاثنين كسبانين. هو انت فاكر ان ده مكسب؟ اللي انتوا عملتوه ده مكسب؟ خلاص يا ادري، انت اللي كسبت. انت اجمد محامي في الكوكب. ايوه. اتفضل ادم اهو، عندك 10 ايام زي ما قلت لك. ايه ده؟ ادم؟ نعمل بيه ايه بعد ما بقى شرابة خرج؟ اثبات عدم الاعتراف بحجيه المحرر. رسم مستمد 10 من الاثبات. الدكتور سميح بيقدرك؟ قصدك السول ادري. من بعد ما خسرنا ما رضيش ياخدني معاه. انت خسرت؟ يا حرام. طيب تحب اساعدك في اي حاجه؟ ليلى انت بتعملي ايه؟ بعمل ايه؟ وانا كنت موجود وانت كنت عارفه ان انا كنت معجب بيكي. انت اللي صممتي وقلتي لي ان انا ما عنديش استعداد ارتبط باي حد من المكتب. فجاه حلوت في عينيكي لما لقيتيني مصاحب واحده تانية. ايه اللي انت بتقوله ده؟ لا، انت ليه جبت طايل معانا الخروجه؟ لان الوقت كان مزنوق وكنت بحاول الاقي اي حد عشان صاحبتك تقتنع ان انا وانت مفيش اي حاجه ما بيننا. مش هو ده اللي انت قلته لي؟ لا يا ليلى، انت جبتيه معانا عشان احس ان انا غيران، مش كده؟ لا طبعا مش ده اللي انا فكرت فيه. انت بتلعبيني يا ليلى.